لماذا بكى كودي خاكبو بعد تسجيله هدفه أمام المغرب؟ الكثيرون اعتقدوا أن دموعه كانت بسبب أهمية المباراة، لكن الحقيقة كانت أكثر إيلاما. قبل أيام قليلة فقط من مواجهة المغرب، تلقى خاكبو وزوجته خبرا مأساويا، إذ فقدا طفلهما الذي كانا ينتظرانه. ورغم هذه الصدمة، قرر خاكبو عدم مغادرة معسكر منتخب هولندا، واختار مواصلة المشاركة في كأس العالم بدعم من عائلته وزملائه والجهاز الفني. وعندما سجل هدفه في شباك المغرب، لم يستطع السيطرة على مشاعره، فنظر إلى السماء وانهمرت دموعه. في لقطة مؤثرة هزت جماهير كرة القدم قبل أن يهرع زملاؤه لاحتضانه ومواساته. ولم يكن ذلك الاحتفال بسبب الهدف فقط، بل كان رسالة حب ووداع لطفله. ولهذا لن يتذكر الكثيرون هدف خاكبو في تلك المباراة بقدر ما سيتذكرون دموع لاعب كان يخوض أصعب مباراة في حياته داخل الملعب وخارجه.